ركز معايا، سؤال حلو قوي اتسأل المرة دي من المريضة. بتقول لي يا دكتور انت ما بين كل حالة والتانية بتاخد حوالي 10 دقايق بيقولوا لنا احنا بنجهز الأوضة. يعني ايه بنجهز الأوضة او بنعقم الأوضة؟ مش هي الادوات اللي احنا استخدمناها بتتاخد تتحط في التعقيم وتحط ادوات جديدة وخلاص؟ الحقيقة انه لا، ان الأوضة نفسها لازم بتتجهز وبتتعقم. يعني ايه؟ يعني ببساطة كده أي حاجة إيد الدكتور بتلمسها أثناء الشغل لازم بتتغطى، لازم بتتغطى بحاجة زي اللزق الأزرق المحطوط على الميكروسكوب ده. تمام؟ أي حاجة إيدي بتلمسها وأنا شغال لازم تتغطى باللزق ده. وبعدين لما أجي أشتغل البيشنت تاني لازم أشيل اللزق ده وأحط لزق جديد. لازم برضو أي حاجة بتحط عليها أدوات زي البراكت، زي البراكت دي كده لازم الفرش البامبي ده لازم بيتغير. لازم الاجهزه اللي ما تنفعش تخش الاوتوكلاف لازم تتغطى، ولازم التغطيه دي او اللزق اللي عليها ده بيتغير من بيشنت لبيشنت. فالتعقيم مش بس ان انا بغير الادوات واعقمها او اغير الادوات اللي انا بستخدمها من بيشنت لبيشنت، لا ده الاوضه نفسها لازم كلها تتنظف. لازم الكرسي بيتنظف وبيتمسح بالكحول، لازم الهيد اللي بتريح عليها راس المريض لازم بيبقى ليها كفر وبيتغير. فالاوضه كلها لازم بتتعقم، مش بس من الادوات اللي انا بستخدمها. انا دكتور محمد نجيب زياده، وده مركز ماس طب الاسنان. لو عندكم اي اسئله تاني سيبوها لي في الكومنتس وهنجاوبها باذن الله. سلام.